احلى وانجح طريقه هتعملوا بقى ستريبس الدجاج في البيت، وهيطلع احلى من المطاعم كمان. زي ما حضراتكم شايفين القرمشه، ومش بس القرمشه، ده سر التتبيله اللي هقول لكم عليها هتودي الطعم في حته تانية. والوصفه دي هتكون حصري ومقدمه من صفحه سر الاكله. واول حاجه معايا 3 قطع من فيليه دجاج، وهشيل جزء الفيليه الرفيع ده، وهنقطع فيليه دجاج بالطول زي ما حضراتكم شايفين كده. تبلت بملح وفلفل اسود وبابريكا وبصل بودر وتوم بودر، شويه من بهارات الفراخ ورشه زعتر، فنجان من الخل وفنجان من عصير الليمون. وقلبي بقى يا ست الكل وادعي لي. نقلبهم كويس جدا ونحفظهم في التلاجة ساعتين على الاقل علشان ناخد طعم حلو للستريبس الجميل بتاعنا ده. جبت كورن فليكس وبدات اطحن منه شويه، وده اللي هيديلنا سر القرمشه اللي انتوا شفتوها. ما بنطحنوش ناعم، بيكون معانا بالشكل ده. نجيب عدد 2 بيض، ننزل برشه ملح وفلفل اسود وعليهم بالحليب ونقلب كله مع بعضه، وده اللي هنعمل بيه الطبقه المقرمشه. تعالوا بقى كمان بالمره نجهز الصوص اللي هنعمل بيه السندوتشات الجميله بتاعتنا. نص كوبايه مايونيز مع نص كوبايه باربيكيو صوص، وقلبتهم كويس مع بعض. حطيت عليهم فلفل هاليبين ونعمته كده بالسكينه زي ما انتم شايفين. هنعمل احلى صوص لسندوتشات الفراخ، بجد بيبقى طعمه خطير. قطع الفراخ اتبلت معانا كويس، ناخدها على طول على الدقيق، نبدرها كويس بالدقيق، وناخدها في خليط البيض مع اللبن اللي عملناه، وعلى طول على الكريسبي او الكورن فليكس اللي طحناه. بصوا بقى على شكل قطعه الفراخ بعد ما خدت طبقه الكريسبي، بجد شكلها تحفه. شايفين شكل القرمشه ما شاء الله. تقدروا تستبدلوا الكورن فليكس طبعا بكريسبي من عند العطار، بس خلونا اكون صريح معاكم، الكورن فليكس هيطلع شكلها احلى واحلى. الزيت لازم يكون سخن معانا طبعا، وهنهدي الحراره نخليها متوسطه زي ما انتم شايفين علشان الفراخ ما تتحرقش وفي نفس الوقت تستوي كويس من جوه. ايه بقى الشكل الجميل ده، وما خدتش وقت مننا، سهله جدا وبسيطه. وكمان التتبيله مكوناتها موجوده عندنا في البيت، وهنعمل حاجه مضمونه في البيت لاولادنا. مكلفه شويه بس بجد طعمها كان خطير. شايفين شكل الفراخ من جوه نظيفه وبيضه ومتسويه تسويه مظبوطه 100 100، مفيش ولا غلطه. اهم حاجه واحنا بنجيب الفيليه يكون حجمه صغير، ما تكونش قطعه صدر الفرخه كبيره، تكون حجمها صغير علشان في التسويه تستوي بسرعه والبريدنج ما يتحرقش. ونعمل بقى بيها احلى سندوتشات سوبر كرانش في البيت. انا عملت اكتر من 6 سندوتشات. تقدروا كمان تضيفوا رومي مدخن مع الساندوتش ده، هيبقى طعمه جميل جدا. شكرا ليكم على وقتكم ومشاهدتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان اعمل لكم وصفات حلوه كتير. تحياتي ليكم.